واحد الاتحاد الافريقي وواحد الاهلي المصري. الاتحاد الافريقي انت بتتجاهل رسائل الهلال ليه؟ الهلال خاطبك قبل ما الاهلي يطرح التذاكر بتاعته وقال لك ارجو منكم تخصيص لنا 5% من اجمالي قيمه التذاكر، لكن اما المباراه تتلعب بدون جمهور، اما المباراه تتلعب بعدد جمهور محدد، واما المباراه تتلعب بالسعه الكامله، وان كانت كميه الجماهير او العدد المطروح عندي 5% حسب القانون بتاع الفيفا نفسه او بتاع الاتحاد الافريقي. انت ما رديت له. عشان كده بقول لكم يا جماعه الاتحاد الافريقي ده مخترق بيشتغل لصالح انديه، ومن ضمن الانديه دي هو الاهلي المصري. طبعا كان في ضجة بقى، قال لك ان بعثة الهلال السوداني لما توصل ان هيكون بقى هنستناهم على المطار وهنموتهم. مش كده يا جماعة، انتوا فرقتين، ده فرقتين عربيين يعني. احنا شعب مصر طيب مش زي اي شعوب تاني. انتوا جيتوا واحلى استقبال شفتوه. البعثة السودانية جت وهم طالعين يغنوا في الشوارع ويعملوا حاجات واحتفالات وعادي. احنا هنتكلم في اهم حاجة في الملعب يوم السبت. غير بقى مجلس الإدارة هناك في الهلال، بيانات بيانات. هو في ايه كمية البيانات اللي انتوا عاملينها دي؟ انا مش فاهم يعني. ولازم الاتحاد الافريقي يرد عليكم. انتوا عايزين ايه؟ انا مش فاهم. انتوا عايزين اي شو عاملين ان انتوا جايين مذبحة؟ دي مباراة احنا في ايام كريمة. ان شاء الله هتيجوا يوم السبت وهتخسروا وترجعوا السودان بالسلام. مش كفاية عندكم ناس ومشجعين قعدوا يعملوا ويترودوا ويقلوا ادامهم على الاهلي، اللي هو زي فضل موسى اللي طلع ده وقعد يزيد الايام اللي فاتت ولحد الان بيزيد عليا. انا مش فاهم. عيب. دي كورة، دي كورة في الملعب فقط. منافسة شريفة. لا ده هيجوا دول هيكسبوا الاهلي، دول هيعملوا سكور، ده هيعملوا نتيجة. ولا نتيجة ولا سكور حاجة. انتوا جيتوا بكل احترام واستقبلوكوا احسن استقبال واحسن اضافة وبس. وهتلعبوا في بلدكوا التانية. احنا عكس اي بلد، احنا بنشيل الناس فوق دماغنا. وان شاء الله الاهلي يوم السبت هيكسب. ومفيش اي حاجة للضجة اللي انتوا عاملينها. وبيان ومش بيان ولازم الاتحاد الافريقي يرد عليكم وبيردوا على الاهلي وانتوا لا، واحنا مش عارف هنعمل لكم تشتيت في الملعب. مفيش الكلام ده. احنا ان شاء الله النادي الاهلي اي حد بيجي. انتوا بتقولوا انتوا زعيم الهلال، الزعيم سيدي البلد. سيدي البلد مين؟ الاتحاد السكندري بس اللي سيدي البلد. هو انتوا بتقولوا اي كلام يا جماعه؟ الهلال ايه انجازاته؟ ايه انجازاته بين الاهلي احسن فريق في افريقيا؟ يعني هنتكلم بالواقع، الاهلي احسن نادي في افريقيا بانجازاته ببطولاته بكل حاجه. فبتلاعب النادي الاهلي وهو اصلا متصدر الدوري. انت بتلاعب النادي الاهلي وهو بيلعب نهائي كاس مصر. واحنا اعتذرنا عن البطولة العربية عشان اجهاد اللعيبة، واعتذرنا عن كاس الرابطة في مصر عشان اجهاد اللعيبة. احنا ما بنسحبش ولا بنهرب. ما كل ده مصلحة لينا لو دخلنا كل البطولات دي فيها فلوس. بس احنا مش عايزينها. احنا عندنا بطولات اهم زي افريقيا، زي الدوري، زي الكاس. احنا ما بنخافش ومعلاش شمعتنا على حد. ولا عمرنا كسبنا من الحكام. احنا ياما الاهلي خسر بحكام كتير. ماتش الترجي ونهائي مش عارف ايه ونهائي ايه، واتظلمنا كتير وما بنتكلمش. ايه يعني اتغلبنا من سان داونز 5؟ اي فريق في العالم بيخسر. ايه المشكلة؟ مش اخر المطاف يعني. مش لو خسرنا خلاص يعني خسرنا الانجازات بتاعتنا. عادي ما كناش في يومنا. كان عندنا غيابات ومش هنقول عندنا غيابات. ماتش وخلاص ومبروك للي يكسب. مكبرين الموضوع على ايه؟ اللي بيكبر الموضوع وبيتكلم كتير عارف ان هو خايف. احنا ولا اتكلمنا من بعد الواقع اللي انتوا عملتوه، ومن بعد الاستبال اللي كان زي الزفت انتوا عملتوه، ومن بعد التعديات اللي اتعدتوها على اللعيبه عندنا، على الشناوي على كل اللي انتوا عملتوه. يعني انا مش فاهم يعني. انتوا المفروض يعني المفروض انتوا ما تتكلموش. انتوا مباراة تيجي وخلاص. جيتوا واستقبال جميل، قلتوا في مذبحة هتحصل. ولا مذبحة ولا دي مباراة. والناس كلها رايحة عشان توريكم ان احنا ازاي بنحب الكورة. بنحب الكورة فقط. هنشجع وهنحمس اي جمهور في الدنيا بيحمس فرقته. بس ما تلاقوش بقى ضجة ضجة وبيانات بيانات. اعملوا اللي انتوا بتعملوه ده في الملعب. ان شاء الله الاهلي هيكسب يوم السبت. واحنا ورا الاهلي في اي مكان. وان شاء الله هو ربنا بس اللي عايزنا نصعد. ودعاء الناس اللي بتحب النادي الاهلي من قلبها. الحمد لله. وان شاء الله يوم السبت ان شاء الله الاهلي هيوريكم قد ايه في المواقف الصعبة بيبان. يا موسى انت ظهرت في فترة الناس مش طايقة نفسها، وعملت مشاكل وعملت عنصرية وكرهت بين الشعوب، بين مصر والسودان. ليه؟ انا مش فاهم. عمري يا حبيبي الكورة ما كانت بقلة القيمة. لو قلة القيمة والتهزيق والكلام ده اي حد هيطلع يقول لك انت تاريخك ايه؟ انت تاريخك ايه وانا تاريخي ايه؟ وايه سيدي البلد؟ سيدي البلد احنا نعرفه ان هو الاتحاد السكندري. انت جبت منين المعلومة دي؟
جبت منين اصلا الجمله دي؟ عمر ما في حد بيشبه نفسه بحد تاني، وطول الوقت بتستهزأ ومش عارف خسروا 5 من سان داونز. يا ابني وانت اللي كسبتني يا ابني. لما انت تكسب النادي الاهلي ليك حاجه تطلع تتكلم. الاهلي يا ابني وراه جمهور، وراه شعبيه كبيره. اللي انت ما تعرفوش ان الاهلي احسن نادي في افريقيا ببطولاته وانجازاته. عمر الاهلي ما رشح حد. عمر الاهلي طول عمره بيتظلم، بيتظلم من الحكام ومن الاتحاد الافريقي. اخرها نهائي افريقيا السنه اللي فاتت. هو انت ما كنتش مستوعب؟ مش متابع؟ ولا بتتابع اللي على مزاجك بس؟